السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بعد وقت كثير نحن رجعنا مرة ثانية لتعليم اللغة العامية مصرية من اللغة العربية فصحى، وأيضا معنا اللغة الإنجليزية. طيب، عندما تتكلم مع الأصحاب من البداية، يعني من هنا بعد الجمل أو بعد الكلمة تستطيع أن تستخدم في الحوار بينكما إن شاء الله. يلا هيا نبدأ. هنا العربية فصحى، وهنا عامية مصرية، وهنا إنجليزية. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. بعدين وعليكم السلام. كيف حالك؟ نحن نعرف كيف حالك في مصر. هم يتكلمون وعليكم السلام، عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ كيف حالك؟ عامل ايه؟ كيف حالك في الفصحى واللغة المصرية؟ عامل ايه؟ عامل ايه يعني كيف حالك. وللبنات يعني للبنات أو للنساء عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه للنساء فقط. وللرجل عامل ايه؟ عامل ايه. وعاملة ايه للبنات أو للهريم أو للنساء. طيب، بالرد: أنا بخير الحمد لله. وأنت؟ أنا بخير الحمد لله. وأنت؟ أنا بخير. يعني في اللغة العامية المصرية الحمد لله كويس، الحمد لله كويس. وأنت عامل ايه؟ أو الحمد لله أنا حلو، الحمد لله حلو. أو الحمد لله كويس. أو الحمد لله أنا حلو. أو الحمد لله أنا كويس. يعني كله يعني تستطيع أن تستخدم في الرد الحمد لله أنا كويس، يعني الحمد لله أنا بخير، أو أنا بخير الحمد لله، هكذا. وأنت؟ وأنت يعني وكيف حالك أنت. نتكلم وأنت عامل إيه؟ وأنت عامل إيه؟ الحمد لله كويس. وأنت عامل إيه؟ الحمد لله كويس. وأنت عامل إيه؟ يعني أنا بخير الحمد لله. وأنت. طيب، دي لغة فصحى. ده لغة فصحى يعني أنا بخير الحمد لله. وأنت. واللغة عامية الحمد لله كويس، أو الحمد لله حلو. وأنت عامل إيه؟ وده يعني هذا للرجل، هذا للرجل، وهذه للبنت. الحمد لله كويسة. كويسة يعني نحن نعرف في قواعد اللغة العربية يعني تاء مربوطة للبنت، تاء مربوطة يعني مؤنث. الحمد لله كويسة. الحمد لله كويسة. وانت عاملة ايه؟ وانت عاملة ايه؟ وانت عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. وانت عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة يعني أنا بخير الحمد لله. وأنت واللغة العامية المصرية وانت عاملة ايه؟ وانت عاملة ايه، هكذا. طيب، للرجل الحمد لله كويس، أو الحمد لله أنا كويس، أو الحمد لله حلو. أو تستطيع أن تتكلم الحمد لله أنا حلو. وأنت عامل إيه للرجل. وهنا للبنت الحمد لله كويسة، أو تستطيع أن تستخدم يعني الحمد لله أنا كويسة، أو الحمد لله أنا حلوة، حلوة، هكذا. وأنت عاملة إيه؟ وأنت عاملة إيه؟ وأنت عاملة إيه. بعدين أنا أيضا بخير. أنا أيضا بخير يعني أنا كمان كويسة، يعني أنا كمان كويس. كويس للرجل، كويس للرجل، أنا كمان كويس. أو أنا كمان حلو، أنا كمان حلو. أو أنا كمان كويس للرجل. وهنا للبنت أنا كمان كويسة، أنا كمان كويسة. أو أنا كمان حلوة، أنا كمان كويسة. أو أنا كمان حلوة، أنا كمان كويسة. أو أنا كمان حلوة.
طيب هنا سؤال كيف حالك فصحى واللغة عامية عامل ايه للبنت عاملة ايه الرد نتكلم في اللغة العامية الحمد لله كويس الحمد لله كويس وانت عامل ايه للرجل وللبنت نتكلم الحمد لله كويسة وانت عاملة ايه الرد نتكلم أنا كمان كويس أو أنا كمان حلو للرجل وللبنت نتكلم أنا كمان كويسة أنا كمان كويسة أو أنا كمان حلوة أنا كمان حلوة يعني نفس المعنى. بعدين ما اسمك لغة فصحى ما اسمك وهنا اسمك ايه اسمك ايه للرجل اسمك ايه يعني معنى اسمك ايه ما اسمك ما اسمك فصحى وعامية مصرية اسمك ايه اسمك ايه يعني دي Egyptian language اسمك ايه يعني للرجل وهنا للبنت نتكلم اسمك ايه اسمك ايه يعني الفرق بينهما اسمك يعني ميم فتحة ما وهنا ما يعني مختلف اسمك ميم كسرة مي اسمك ايه اسمك للبنت اسمك للرجل اسمك ايه اسمك ايه نفس المعنى. اسمي أحمد اسمي أحمد اسمي أحمد اسمي يعني my name أحمد يعني أحمد. بعدين أو اسمي مريم للبنت اسمي مريم. طيب تشرفت بمعرفتك تشرفت بمعرفتك لغة فصحى واللغة عامية اتشرفت بيك اتشرفت بيك اتشرفت بيك اتشرفت بيك أو لغة يعني ده للرجل وللبنت اتشرفت بيكي اتشرفت بيكي نفس المعنى. طيب يعني تشرفت بمعرفتك فصحى وهنا عامية اتشرفت بيك أو اتشرفت بيكي. بعدين من أين أنت من أين أنت أو من أي دولة أنت من أي دولة أنت من أي دولة أو من أين أنت أو من أين جئت هكذا نفس المعنى هذا. ولغة عامية مصرية نتكلم أنت منين أنت منين أنت منين أو أنت من فين من فين من فا يا نون أنت من فين نفس المعنى أنت منين أو أنت من فين نفس المعنى أنت منين أو أنت من فين يعني من أين أنت من أين أنت في مصر أنت منين أو أنت من فين. رد أنا من بنغلاديش أو أنا من باكستان نتكلم أنا من بنغلاديش أنا من بنغلاديش معنى دي أو أنا من باكستان نتكلم أنا من باكستان. بعدين هل هذه أول زيارة إلى مصر هل هذه أول زيارة إلى مصر لغة فصحى وعامية مصرية نتكلم دي أول مرة تيجي مصر دي أول مرة تيجي مصر دي أول مرة تيجي مصر دي يعني is this دي يعني is this أول يعني first time
أول first time يعني أول مرة. ما بعد أول مرة first time. تيجي تيجي يعني كم. مصر يعني Egypt. هكذا معنى دي، يعني دي أول مرة تيجي مصر، دي أول مرة تيجي مصر. هنا لغة فصحى. هل هذه أول زيارة إلى مصر؟ وعامية دي أول مرة تيجي مصر، دي أول مرة تيجي مصر. هكذا. وهنا نعم هذه أول مرة، نعم هذه أول مرة. لغة عامية أيوة أول مرة، أيوة أول مرة، أيوة أيوة يعني yes، أيوة يعني yes. أول مرة، أول مرة يعني first time. هكذا. أيوة أول مرة، نعم هذه أول مرة. لغة فصحى عامية. أيوة أول مرة يعني نعم يعني أيوة في مصر. بعدين كيف ترى مصر حتى الآن؟ لغة فصحى. كيف ترى مصر حتى الآن؟ كيف ترى مصر حتى الآن؟ نتكلم في اللغة العامية. شايف مصر عاملة ايه؟ شايف مصر عاملة ايه؟ شايف مصر عاملة ايه؟ شايف مصر عاملة ايه؟ شايف، شايف يعني سي، مصر يعني ايجيبت. شايف مصر. عاملة، عاملة يعني هاو. ايه ما بعد عاملة ايه يعني this one. How do you see Egypt so far? شايف مصر عاملة ايه؟ شايف يعني ترى. شايف في اللغة الفصحى ترى. مصر يعني مصر. عاملة ايه يعني كيف حتى الآن، يعني عاملة ايه يعني يعني كيف تشوف في مصر، يعني ما رأيك في مصر. هكذا. ما رأيك في مصر يعني كيف ترى مصر حتى الآن، يعني شايف مصر عاملة ايه. نتكلم في اللغة الفصحى. مصر جميلة وأهلها طيبون. مصر جميلة وأهلها طيبون. في اللغة الفصحى وفي اللغة العامية نتكلم مصر جميلة وحلوة والناس طيبين. مصر جميلة وحلوة. مصر جميلة وحلوة. تكلمنا يعني في اللغة الفصحى نتكلم جيم يعني جميلة، واللغة العامية مصرية نتكلم جيم يعني غين. بعض الناس هم يستخدمون جميلة، جيم يعني غين. نتكلم كده غين، غين كده جميلة، جميلة. مصر جميلة. وأهل الصعيد في مصر يعني فرقتين، بعضهم من أهل الصعيد وبعضهم من القاهرة. طيب أهل القاهرة هم يستخدمون يعني جيم يعني غين جميلة، جميلة يعني جميلة. ومن أهل الصعيد أو في أهل الصعيد هم يستخدمون جيم يعني جيم يعني مصر جميلة. هكذا. طيب لو أنت تستطيع أن تستخدمون يعني اسمه دي يعني حرفين يعني جميلة أو جميلة، يعني مصريون هم يفهم منك. طيب مصر جميلة وحلوة، يعني مصر جميلة وأهلها طيبون. نتكلم مصر جميلة وحلوة والناس طيبين. لو تتكلم كذا يعني هكذا، لو تتكلم هم يفهم. أو لو تتكلم مصر جميلة وحلوة والناس طيبين، يعني أيضا هم يفهمون، يعني هم يفهمون منك. طيب مصر جميلة وحلوة والناس طيبين معناها. بعدين دي لغة فصحى، يعني دي لغة فصحى. نتكلم هل تقيم هنا للدراسة؟ هل تقيم هنا للدراسة؟ نتكلم في العامية أنت قاعد هنا للدراسة. أنت قاعد هنا للدراسة. أنت قاعد، أنت قاعد. مفروض نتكلم قاعد، لكن في مصر يعني في مصريين هم يستخدمون قاف يعني همزة.
تكلمنا إن قبل قليل أهل الصعيد هم يستخدمون يعني بعض الحروف مختلف من القاهرة. طيب لو يعني لو أنت تسكن أو يعني تجد يعني تقعد يعني تسكن مثلا، لو أنت تسكن في أهل الصعيد لازم تتكلم قاف يعني غين، هكذا قاف يعني غين في أهل الصعيد. وفي أهل مصر يعني في أهل مصر لو تتكلم، لو أنت ساكن في مصر لازم تتكلم قاف يعني همزة. في مصر يعني في القاهرة تتكلم قاف يعني همزة. يعني أنت قاعد هنا للدراسة يعني في القاهرة فقط. ولو أنت يعني لو أنت جالس أو لو أنت يعني ساكن في أهل الصعيد لازم تتكلم أنت قاعد هنا للدراسة، هكذا. طيب لو أنت يعني في القاهرة تتكلم أنت قاعد هنا للدراسة، أنت قاعد هنا للدراسة، أنت قاعد هنا للدراسة. أنت يعني يو، قاعد يعني جالس، يعني مثلا لب. طيب في اللغة الفصحى نتكلم هل تقيم هنا للدراسة؟ ولو أنت جالس يعني ساكن في القاهرة تتكلم أنت قاعد هنا للدراسة، أنت قاعد هنا للدراسة، هكذا. طيب أنت يعني يو، قاعد يعني مثلا ليب، وقاعد هنا يعني here يعني للدراسة يعني for study، هكذا. طيب أنت قاعد هنا للدراسة. وفي اللغة الفصحى نتكلم هل تقيم هنا للدراسة، هكذا. بعدين نعم أدرس في جامعة الأزهر، أدرس في جامعة الأزهر. في اللغة الفصحى نتكلم في اللغة العامية أيوة بدرس في جامعة الأزهر، أدرس في جامعة الأزهر. أيوة بدرس في جامعة الأزهر، بدرس في جامعة الأزهر. نتكلم أيوة في اللغة الفصحى نعم، وفي اللغة العامية أيوة بدرس يعني مفروض نتكلم أدرس في اللغة الفصحى. وفي اللغة المصرية نتكلم بدرس يعني I study، يعني بدرس يعني I study، هكذا. بدرس في جامعة الأزهر، في جامعة تكلمنا جيم، بعض الناس يتكلم جيم، بعض الناس يتكلم غين، هكذا. جامعة في جامعة الأزهر، في جامعة الأزهر، أو في جامعة الأزهر، هكذا. أيوة بدرس في جامعة الأزهر، أو أيوة بدرس في جامعة الأزهر، يعني غين أو جيم. طيب لو نستخدم غين نتكلم في جامعة في جامعة الأزهر، أو نستخدم في جامعة الأزهر، هكذا. بعدين بماذا تعمل يعني في اللغة المصرية بتشتغل ايه، نتكلم بتشتغل ايه، يعني معنى دي بتشتغل ايه، يعني بتشتغل ايه، هكذا. نتكلم بماذا تعمل. وتاني يتكلم يعني رجل ثانيا أنا معلم اللغة العربية، نتكلم في اللغة العامية مثلا نتكلم أنا مدرس عربي. مدرس ومعلم نفس المعنى، يعني مدرس يعني teacher، هكذا. مدرس ومعلم نفس المعنى. أنا مدرس عربي يعني أنا معلم اللغة العربية، هكذا. طيب هل تحب الشاي أم القهوة؟ فصحى، لغة فصحى. هل تحب الشاي أم القهوة؟ نتكلم بتحب الشاي ولا قهوة؟ تكلمنا قاف. في اللغة المصري يعني يستخدمون قاف يعني همزة، يعني 2 حرف، إما همزة أو إما غين. طيب أهل القاهرة يستخدم همزة يعني قهوة. أهل القاهرة يتكلم إيه؟ يعني ماذا يتكلم؟ هم يتكلم يعني قهوة، هكذا. يعني بتحب الشاي ولا قهوة؟ بتحب الشاي ولا قهوة؟ وفي أهل الصعيد هم يستخدمون بتحب الشاي ولا قهوة بالغين، هكذا. يعني بتحب الشاي ولا قهوة، هكذا. طيب بتحب الشاي
بتحب الشاي. شاي يعني دا. ولا قهوة. قهوة يعني كوفي هكذا. ولا يعني وار. ولا يعني وار. بتحب الشاي ولا قهوة هكذا. بعدين أفضل الشاي شكرا. في اللغة الفصحى نتكلم بحب الشاي. بحب الشاي شكرا. بحب الشاي أو عايز شاي. عايز شاي أو بحب الشاي شكرا. بحب الشاي يعني I love tea أو I want tea هكذا. بحب الشاي شكرا أو عايز شاي. عايز شاي هكذا. طيب لقد سررت بلقائك. لقد سررت بلقائك. وفي اللغة المصرية نتكلم مبسوط عشان شفتك. مبسوط عشان شفتك. مبسوط عشان شفتك. مبسوط يعني سررت يعني مبسوط يعني سررت. مبسوط يعني فرحت. فرحت. لقد فرحت بلقائك أو سررت أو سعدت هكذا. مبسوط يعني سعدت أو مثلا سررت. عشان يعني لأن شفتك يعني بلقائك. لقد سررت بلقائك يعني مبسوط عشان شفتك. مبسوط عشان شفتك. وده للرجل. وللبنت مبسوط عشان شفتك للبنت مبسوط عشان شفتك هكذا. طيب نحن نعمل مراجعة مرة ثانية بس باللغة العامية المصرية. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل ايه؟ وللفيميل يعني نتكلم عاملة ايه. الحمد لله كويس. وانت عامل ايه؟ الحمد لله كويسة. وانت عاملة ايه؟ ده فردي يعني للنساء. الحمد لله كويسة. وانت عاملة ايه؟ انا كمان كويس. حلو. انا كمان كويس او انا كمان حلو. نتكلم في اسمه دي في الفيميل نتكلم انا كمان كويسة. انا كمان كويسة او انا كمان حلوة. انا كمان حلوة. اسمك ايه؟ اسمك ايه يعني للرجل. هنا اسمك ايه. اسمك ايه for female. اسمي احمد. اسمي مريم. اتشرفت بيك. اتشرفت بيكي. اتشرفت بيكي. انت منين او من فين. انت منين او انت من فين. انت منين او انت من فين. انا من بنجلاديش. دي اول مرة تيجي مصر. ايوه اول مرة. شايف مصر عاملة ايه. شايف مصر عاملة ايه. مصر جميلة وحلوة والناس طيبين. انت قاعد هنا للدراسة. ايوه بدرس في جامعة الازهر. ايوه بدرس في جامعة الازهر. بتشتغل ايه. انا مدرس عربي. بتحبوا شاي ولا قهوة او بتحبوا الشاي ولا قهوة. بحبوا الشاي شكرا. مبسوط عشان شفتك او انا مبسوط عشان شفتك او انا مبسوط عشان لقيتك. مفروض لقيتك لكن في اللغة العامية المصرية هم يستخدمون يعني قاف يعني همزة. نتكلم لقيتك او مبسوط عشان لقيتك او مبسوط عشان لقيتك. طيب نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنرجع مرة ثانية في فيديو تاني الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.